السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي من جديد في قناتنا التوينز آية وأميرة. وزي ما احنا مستمرين في ان احنا بنحارب الغلاء وارتفاع الاسعار وبنعمل كل حاجة في البيت، النهاردة نعمل مع بعض وصفة بسكوت النواعم بأقل التكاليف والامكانيات، وكمان بحاجات كلها موجودة في البيت. هنعمل النهاردة احلى بسكوت نواعم، ويلا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجة معانا هنا 4 معالق من الدقيق، ده جميع الاغراض، ومعلقة من النشا، يبقى كده 5 معالق. والنشا ليه؟ علشان بتدي هشاشة رهيبة كده للبسكوت، او حتى لو حطيناه في الكيكات بتديها هشاشة فظيعة. لو حضرتك مش حابة حتة النشا دي او معلقة النشا، ممكن تستغني عنها وتخليهم 5 معالق من الدقيق. وهنستخدم 3 معالق من السمنة، ولو عندك زبدة وحابة تستخدميها في الوصفة دي كان بها، بس انا النهاردة هستخدم سمنة. ومعلقتين من السكر الباودر. ويلا بينا بقى نخلط المكونات ببعض. اول حاجة معانا بولة، هنحط الدقيق اول حاجة. لا الدقيق لا، احنا نستغنى عن الدقيق دلوقتي. هنحط معلقتين من السكر الباودر، السكر الباودر معلقتين، ومعاها السمنة. طيب هعمل ايه؟ هضرب الاتنين دول مع بعض كويس جدا لحد كده لما يختلطوا ببعض كويس قوي. هضربهم مع بعض. طب يا حبايبي، قعدت اضرب بقى كده الحاجات السمنه بالسكر لحد كده ما اختلطوا مع بعض، واللون بتاعهم يفتح، لازم اللون يفتح معاكم. وفي المرحله دي انا هحط المفروض فانيليا او اي نكهه انت حباها. انا معايا هنا نكهه برتقال في ايه، فهضيفها. النشا. بس خدي بالك بقى في الخطوه دي. ليه بقى؟ الملحوظه هنا او التركايه، حطي الدقيق حبه بحبه واخلطي وشوفي، لان ممكن ما تحتاجيش المقدار كله، وممكن تحتاجيه وتزودي عليه حسب نوع الدقيق بتاعك. فنقلب كده ونشوف. اهم حاجه القوام زي كده، انا حطيت كيس من المعجون بسم الله. بصوا يعني لمت كده في بعضها، مسكت روحها. بصوا مادام بتتعمل معايا كده، هي كده مش هتحتاجي الدقيق كله. بصوا زي ما وريتكم كده، هو ده القوام بتاع العجينه المظبوط اللي انا عايزه اوصله. خلاص، بس انا هحط المقدار كله، لان هما كده هيبقوا حبه قليلين خالص. ولو حسيت بقى ان هو محتاج سمنه هضيفها، بس انا حطيت المقدار كله علشان ايه؟ يعني يعمل معايا حبه. لما بتوصلي للقوام المظبوط بتبقى كلها كده بتتكوم على بعضها وبتبقى عجينه واحده. شايفين؟ هي كده ده قوام العجينه المظبوط، لا محتاج لا دقيق ولا سمنه، هو مظبوط قوي كده. هنحطه بقى في كيس ومعانا قمع وهنشكله في الصينيه. بص يا حبايبي، انا شكلتهم بقى اهو، وحطهم دلوقتي على درجه حراره 160 في الفرن،
متسخن سابقا. وعايزه اقول لكم خدوا بالكم بقى من المسافات، يعني بعدوا بين البسكوته والبسكوته، علشان هو مفهوش ماده رافعه وكله سمنه فهيفرش، فعشان لما يفرش مفيش حاجه تلزق في بعضها. بس كده، واشوفكم بقى ايه بعد ما يستوي، ويلا بينا. طب يا حبايبي، وده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. بصوا بقى عامل ازاي. وزي ما قلتلكوا خدوا بالكم من المسافة، راعوا بين كل بسكوتة والتانية عشان هو مفهوش مادة رافعة فهيفرش في الصينية. ودلوقتي بقى هو سخن جدا، انا هسيبه بقى لما يبرد خالص، وبعدين هشيله من الصينية. ودي برضو تريك. بصوا بقى والله العظيم مش عايزة اقول لكم طعمه حلو قد ايه، ومستوي كويس جدا. بصوا ناعم، نواعم وهو ناعم يعني. بصوا اسم على مسمى يعني، طعمه فظيع وحرفيا بيدوب ذوبان في البق. جربوه هتعجبكم قوي. وكمان الكمية اللي احنا عملناها كمية صغيرة يعني. لو انتوا عددكم 2 مثلا او قليلين، او انتي مثلا حابة تجربي في حاجة بسيطة، المقادير بتاعتنا بسيطة خالص وتعمل معاكي كمية معقولة. جربوه وان شاء الله هتحبوه قوي وهيعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مشتركتوش. وباي باي بقى، اقول لكم باي باي. وايه، اعملي انا كوبايه شاي مع البسكوت الحلو ده.